نحن عنا انضباط وعنا قوانين وعنا تعليمات، والانضباط عصب الجيوش. بالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها هون ضروري نحافظ على الانضباط. خلوا ايمانكم كبير ببلدكم، خلوا ايمانكم كبير بالمؤسسة والبدلة اللي لابسينها، لانه ما له خلاص هالبلد الا هالمؤسسة. هاي المؤسسة الوحيدة اللي بعدها عم تشتغل، بعدها موقف البلد على اجرائها. هاي المؤسسة العابرة للطوائف، ما في خيار الا البدلة. انتم بدكم تحافظوا عليها، تحافظوا على حالكم، تحافظوا على اهلكم. والجيوش تبنى تجهز تدرب لهيك ظروف.